طال عمرك، أنا بصفتي بانكر سواء كنت الكويت أو مع بنوك دولية. آخر واحد كريدي سويس اللي هو رابع بنك استثماري بالعالم. بالكويت اشتغلت بالخليج والتجاري والبنك الأهلي، واستشارات لكثير من الشركات داخل الكويت وخارج الكويت. أنا اللي حصل من البداية كنت طلبني الدكتور حسن جوهر في ديوانه من أول ما بدأ اللغط على الموضوع هذا، قال لي أبي رأيك. فقعدت في ندوة تكلمت هناك، ومع الأسف هناك منهجية لتدمير الكويتي. ما أبي أقول حكومة لأني ما أعتقد أن الحكومة تريد أن تدمر الكويتي، أبي أسميها الدولة العميقة. يعني ذاك اليوم أنا عندي ندوة استضافوني المسار المستقل، أقول هناك سرقات بمليارين عن العقار، تطلع جريدة كانت موجودة من أول الندوة لآخر يقول وقال الدكتور جمال عبد الرحيم أنها لا توجد هناك. الدولة العميقة مثل الولايات المتحدة، عندك الدولة العميقة لما يجي الرئيس يقول أنا أبي أعمل، بس لما يصير رئيس ايش قال ترامب؟ قال راح اطلع من سوريا، انا شكو بداعش وادفع مصاريف. صار قاعد، لان الدوله العميقه تقول له تقعد. الدوله العميقه مثل تركيا الاخوان المسلمين. عندنا احنا بالكويت دوله عميقه، يعني لا اعتقد صراحه ان الحكومه تريد ان تدمر المواطن الكويتي، واعتقد ان سمو الامير حفظه الله ورعاه من اكثر الناس اللي يحرصون على الكويت والمواطن الكويتي. وناتي الى شيء الأسرة تريد الاستمرارية للدولة وبالتالي النضج. ما هي الدولة العميقة؟ الدولة العميقة الفساد من التجار، مو التجار الفاسدين، الفاسدين السياسيين، الفاسدين مجلس الأمة، بعض يعني مو كلهم، سواء السابقين، الفاسدين من المتنفذين ماليا. القرض الحسنة ما هي إلا أموال ضخت بين مليار راح تضخ إلى مليار ونص إذا أنا حطيت المعدل 1200 راتب و120 ألف متقاعد، راح تضخ إلى جيوب التجار. بدليل لأن مجتمعاتنا، شوف هنا ندش شوية اجتماع، مجتمعاتنا مجتمعات استهلاكية. المجتمع الاستهلاكي يروح إلى الأمور الاستهلاكية، يروح يشتري سيارة يستانس. لهذا سبب الناس وضحت الصورة دكتور بأنه غير حسن، مدغدغت مشاعر الناس. نعم. اسمح لي لأمر بالمستقبل، أمر المستقبل هو خطير. استوقف عنده اللي هي المليون ونص راح تضخ مجددا، أو عفوا مليار ونص راح تضخ مجددا في جيوب التجار، استنادا على شنو اللي راح يصير، انه يعني كانها تعود مجددا في جيوب التجار. لأن مجتمعنا مجتمع استهلاكي، وبالتالي شوف من الأعمدة التي تدعم الاقتصاد هو التوفير. وهناك نوعين من القروض. مو أنا أقصد كنت بانكر، الحين أتكلم أنا مو بانكر. القروض نوعين، القرض السيء والقرض الجيد. القرض السيء هو أن تشتري أثاث، تشتري سيارة، تشتري شيء يستهلك ينتهي. القرض الجيد أن تشتري أرض، تشتري بيت، تساهم. هذا القرض الجيد، لأن هذا يستمر معك. اللي قاعد يحصل الحين مع الأسف، أنا أرى مرة ثانية أبي أقول، لأن ما أقدر أتوقع أن مجلس الوزراء يحاول يحطم الفرد. الدولة العميقة تنظر إلى مصالحها الشخصية، يريدون استراتيجيات الإلهاء. اخلق المشكلة توفر الحل، التأجيل. خاطب العامة كأنهم أطفال. شوف لما بغوا يسوون سالفة التأمينات الاجتماعية والقانون، دخلوا سالفة القرض الحسن لدغدغة المشاعر. وشوف ايش صار عندنا. أنا أعتبرها التأمينات الاجتماعية ذلت الكويتي وأهانت الكويتي ومرمطتنا بالقاع. طالع أنت الواتسابات وطالع شنو صار بالتأمينات. يعني احنا نتكلم عن الدولة الإلكترونية، وانت يعني ما تعرفين تسوين على الإلكترون، كل شيء معلوماتنا موجودة، أرقام حساباتنا، أسماءنا، كل شيء. بس الكويتيين يتعاملون مع كويتيين، معقولة يعني يستحقون هذه الكلمة؟ وصلوا طبعًا إلى إذلالك وكأن في تعمد من الموضوع. ألم ترى ما حصل؟
ألم ترى ما حصل؟ شاهدنا ما حصل. يعني هل تحتاج أنت أن عندك أنت الحاسب الآلي وعندك البرمجيات، هل تحتاج أنت بواحد 4 تزجون الناس هالزج ويدرون هم ايش راح يصير فيهم؟ يعني إذا ما كان، خل أقول لك شيء، إذا ما كان هذا قد يكون عفويا، قد يكون مو قصدهم، ولكن صار إذلال، أن الناس شفتهم ايش صار فيهم وطقم طاقق وقاموا يومعون البطاقات برا. إذا لم يكن كذلك فإذا على عقولنا العفة، يعني ما يقدرون يفكرون تأمينات اجتماعية مؤسسة ضخمة أن في حاسب آلي، أن في كمبيوتر، أن في أبليكيشن، أن الواحد يتقدم فيه من دون ما مثلا أعطيك مثال، يوم صارت الحين عملية المظلات اللي بالبيوت اللي 4-5 دنانير على المتر، أنا كلمت أحد أعضاء مجلس الأمة قلت له يبا الدولة فشلت، وتقول دائما عندنا عجز بالباب الأول والرواتب والخرابيط هذه. أنا ما أعترف بهذا الكلام على الإطلاق، لأن هم من يديرون المال وهم الفاشلون ولسنا نحن. عطني المال أنا أعرف أديره، كنا ندير إحنا مليارات وعرفنا شلون نطلع هذه المليارات مليارات. إحنا كدولة فاشلة، كل ما تقول شيء قالت شيء آخر، اللي هو مثلا عندنا عجز ما نقدر نعطي زيادة رواتب. شنو سوت؟ إلهاء الناس على القروض. فأتى هني البنك المركزي سوى في البداية، البنك المركزي تغافل، وهذه الجريمة الحقيقية اللي البنك المركزي سواها، وأنا بانكر وأتحدى البنك المركزي وأتحدى موظفينه كلهم أن كانوا يفتشون وكانوا يغضون الطرف. متعمدين؟ شوف، إذا متعمدين مشكلة، وإذا كانوا جهلة لا يعلمون في هذا المجال هذه مصيبة أكبر. طيب قانونيا يعني دكتور، أنت لما تجي مادتين الأستاذ قانوني أستاذ بدر بالقانون بالبنك المركزي اللي حضرتك تفضلت فيه وأشرت بأنه تعمد وساهموا في هدم بس أعطيك المادتين علشان بشكل تفضل. أكو عندك مادتين قانون التجارة الكويتي، هذا بحكم القانون ما يجوز. أول شيء الفائدة على الفائدة، مجمع الفوائد على الفوائد حسب القانون القديم، ما أدري عدلوه الحين ما تابعته، 110 115 ما يجوز. وما يجوز أن القرض يؤخذ شنو ايش كثر القرض، لا يجوز أن يكون الفائدة أكثر من قيمة القرض. نعم. اثنين، البنك المركزي لما كانوا يفتشون كانوا يشوفون أن الفوائد لما تزيد كانوا يحطونها بالون انترست، فوائد انترست وغير البالون الفوائد. وبعدين بالنسبة للتأمين، أنا ردوا لي تأمين يكلف البنك 250، قاعد يصير لي بقالة ياخذ 1250، فأنا واحد من الناس اللي ردوا لي 1000 دينار وحاسبين عليها فوائد. فالبنوك أجين مرة ثانية، الدولة العميقة التي تتحكم في مفاصل البلد، هنا يجب، أنا في ندوة من الندوات قلت يجب أن تحاربون وترفعون قضايا على هذه البنوك. نعم. وإلا ما راح تقدرون توصلون. يعني في سياق حوارك أكيد تلقى المشاهد بأن أنت تشوفه شيء جدا سلبي، ودكتور بدر شاف بأن هناك إيجابية بهذا القانون. أنا الحين بيك من صوب الثاني، دلالة يمكن تكون إيجابية هذا القانون وجود الزحمة بالتأمينات والناس اللي تتساءل عن هذا القرض، لأن يشوفون ممكن داعم اللي خلينا نقول حالتهم المادية وبحاجة إلى هذا الشيء، فيعتبر شيء إيجابي. جميل. ليش هالكثر شايفه سلبي ولا أعطيتنا شيء واحد إيجابي بهذا القانون؟ شوف، خلينا نأتي إلى تسلسل طال عمرك بتركي اللي تكلمنا فيه، القروض البنوك. قروض البنوك كانت أول شيء، ليش إحنا طبينا بالقروض هذه؟ أنا بانكر وكنت أيامها ببنك الخليج. بعد التحرير البنك المركزي الدولة الكويت، حكومة دولة الكويت رفعت إيدها من إقراض الإسكاني، فأتت البنوك سوت القرض ل70,000، واتفقوا مع بنك التسليف أن أخذ منك 70,000 راهن ثاني، إذا 140,000. حطوا إعلانات أنه 140,000 وهو بالحقيقة مو 140,000. زين؟ طيب ليش أول جريمة صارت، أنا بسميها جريمة، ترى جريمة مو شرط قتل، يعني مخالفة للقانون، أن الحكومة الكويتية تنصلت عن مساعدة الفرد في القرض والهذا. فهني البنوك لعبت لعبتها. شنو لعبتها؟ البنك المركزي قال ما يصير تقرض أي إنسان إذا تجاوز القسط 50%.
القسط لا يتجاوز ال 50%. راتبك 1000، اذا قصدك كم؟ 500. انا باسلوب سهل وممتنع اعطيك اياه. فيات البنوك هني ما يصير، انا ابي اعطي زياده بس القرض يصير 600. سووا شيء اسمه بالون، قرض البالون، يعني يعطيك 70,000 انت تستحق الحين 50 لان ما اقدر انا اخذ منك ازيد من 50%. لعبوا لعبه البالون، بالون انترست، بالون مو انترست، هذا بالون ثاني. الامر الثاني فقرت البنوك الكويتيه الى اداره المخاطر الحقيقيه، ريسك مانجمنت، ما عندها. فيات شو سوت البنوك؟ سوت البنوك يات ل 50%، اوكي ل 50%، بس تدري الانترست الفائده فلوتنج ترتفع، وبالتالي اذا صار الانترست ريت 8% والبنك ياخذ 4 صار 12. زين اذا صار 10% البنك كم راح ياخذ؟ 14. بس ال 14 راح تخالف. شوف هني اكو الاخوان اللي يشتغلون في محاربه في اللي على اساس استرداد هذه القروض مو عارفين هذا ايش قاعد يصير. ما في هذا خطا بالبنك، اداره المخاطر ضعيفه عند البنك وهو اللي يتحملها. وبالتالي لما ياتي هذا البنك 50% 500 بس صار ويا الفائده لان ارتفعت فلوتنج تبع البنك المركزي صار 600. سوى البنوك يا حطت ال 100 دينار سوتها بالون انترست، بالون للفائده. اسمع، لما صارت البالون للفائده عقبها عقب 10 سنوات 12 سنه الاخ يبي يسدد، تعال سدد البالون فائده. عندنا بالقانون الكويتي، وما ابي اتجاوز حدودي على الاستاذ الدكتور بدر العتيبي، عندنا اي مبلغ يدخل في الحساب يعتبر مفرده من مفردات الحساب ولا ينظر اليه. زين، ياتي البنك يسجل هذه المبالغ 20 30 ألف وهي فوائد غير قانونيه، يحطها بالحساب، ياخذ المسكين قرض 50,000 يسدد ال 25 او 26 او 27 فوائد البالون انترست، وبعدين يعطونا الفائده. البنك المركزي بعدين يوم شاف الجريمه هذه بالاخير عقب ما قام الشعب سووا الجريمه الثانيه، البنك المركزي ايضا، واللي اشترك معها الجريمه الحكومه واشترك معها الجريمه مجلس الامه. سووا شيء اللي هو شنو؟ اللي هو صندوق المعسرين. عدل؟ صندوق المعسرين اول ماده او ثاني ثالث رابع ماده يقول مالك حق انك تقاضي البنك لان انت سويت شنو؟ تسويه معه. تسويه. ما يصير، الدستور الكويتي امن لك حقوق التقاضي، اذا الاتفاقيه هي غير دستوريه. يعني باكر اذا اكتشفت انه لا والله فيها فوائد مركبه تبي، فالمسكين فقير المواطن الكويتي يا بعد عمري راح فيها قال ما اقدر اتقاضى. لا تقدر تتقاضى، الدستور الكويتي يسمح لك تتقاضى، واذا هذا غير دستوري. شوف مجلس الامه مع الاسف الكرسي الخضر ما التفتوا الى المواطن الكويتي ولا زالوا لا يلتفتون اليه. الاخر البنك المركزيه كان يقول زين نسوي القسوط بس بدال 50% 30% المتقاعد و40%. ليش؟ على اساس اذا صار ترافع الانترست الفائده ما يتجاوز 30%، وحطوا حدود. هذه زينه، ولكن الاخوان اللي قاعد يحاربون على الفوائد التي والقروض التي لا تزال قائمه قبل وجود قانون البنك المركزي الا حتى فرض على البنوك 30 و40%. فانتهك حرمه المواطن الكويتي. البنك المركزي مسؤوليه كامله لانه هو المسؤول، لانه يغرم البنوك ترى على فكره، يرد الانترست ويغرم البنوك. يا ما كلنا غرامات، بس ما يصير انت يا بنك المركزي تخافون على مناصبكم اللي كان موجود، لأن الدولة العميقة راح تفنشكم وتصيرون تقعدون في مراكز اللي ضد الكويت، لأن باكر إذا تقاعدتوا وطلعتوا والله ما حد راح يسلم عليكم وراح يسجلكم بالتاريخ أعداء الشعب الكويتي. فاليوم احنا معناته قاعد نتكلم ان المواطن اللي رايح اللي يقترض قرض حسن هو رايح بقناعة كاملة. بس أنت ما تعطي، شوف اسمح لي ما يخالف، الحكومة يجب أن تضع الضوابط لحماية المجتمع. وما في حماية قرض الحسن لا للمجتمع الحين لا ما فيها. شوف انت لما انا عندي قرض من البنك كمتقاعد 30% من راتبي، حلو، خلينا نحسبها. انا بحسبها وياك. 30% كم؟ 300 دينار شهريتي تنخصم. هذه اوكي. وياتي مجلس الامه الفاضل المناضل
المهيب يوافق على قانون انه يخصمون عليه 25%، كم صار؟ 55%. مع المواطن المجلس. اذا انا كمواطن متقاعد لما المجلس اعيش مو على مع المواطن. 450 دينار لان ماكو راحه السكره ويات الفكره، ياكو مثل كذي صحيح. يقولون عنه. نعم. زين راحنا نشعر راحه الحين هنا على الصج، ايش سويت انا؟ شنو سويت؟ ولا تلاحظ، شوف انا اشوفها هي حاله متعمده من الدوله العميقه. متعمده. ليش بشهر 4 الصيف جايك على الابواب، رمضان جايك على الابواب، تذاكر وسفر. يضحك دكتور بدر، متفق يبدو معك مع الابتسامه. اي لا بعد ودنعم فيه دكتور. شوف يعني انت بعدين شوف تدخل تشريعي. والله قانون التجاره انا اللي افهمه ما ادري ينطبق ولا لا، يقول اذا ما نصت انت على اتفاق معين على الفوائد، الفائده الديفولت اللي هو تنطبق 7%. التأمينات خذوا اشياء بسيطه. بعدين لماذا نحن الوحيدين في العالم نعطي قرضه حسنه؟ ميزه. لا يعني هذا إلهاء الشعوب، استخدام الجانب العاطفي. لا تاخذ اختياري يا دكتور، اختياري لا تاخذ. ما يصير. اكو ناس ايش يقولون؟ خلني اخذ الحين، اسمح لي. لا يلغون باكر، باكر يطيحونهم. هذا الكويت احنا. طيب في تناقض قاعد نعيشه، ناس تطالب باسقاط القروض والدوله قاعد تعطيهم قروض. لا بس الدوله قاعده تدبس المواطن. لماذا لا تدخل التأمينات في الساينت؟ حتى ما وصل 55%. لحظه لا نغالط. برايك لا برايك الحين شوف الساينت لشيء واحد بس شغلته، انه سين يتقدم يقول للساينت كثر عليه واحد. الامر وبس. هني بالافتراض ان التأمينات يدري انه متقاعد له 30% من راتبه يبقى. الساينت لا علاقه شيء ثاني، ما يعطيك الالتزامات ملوتك، يعطيك شيء ثاني، وهو هل انت عندك ديفولت تخلف بالسداد ولا لا؟ بس شيئين مو اكثر من هذا. حلو زين. بس فقط التأمينات شو يسوون بالساينت؟ لان التأمينات هو اللي عشان ما يقعد هالفقير يضطر اخر الشهر ما عنده فلوس. ما له علاقه، ما عنده فلوس المواطن. كل كويتي افتراضي 30%. كل كويتي افتراضي 30%، ويقدر هو يعرف كل كويتي 30% رايح الى القروض ملوته. زين. بعدين انت كم نسبه الناس اللي توفر بالكويت؟ المدعم الرئيسي للاقتصاد الكويتي التوفير، او اي اقتصاد بالعالم، ترى 6%. لا شيء. لا شيء. بعدين انت كلها قروض استهلاكيه. كلها قروض استهلاكيه. 12,000 انا عندي ولا 13,000 في جمهوريه مصر العربيه اشتري شقه. هني شو اقدر اشتري؟ نعم. هني اشتري سياره قاعد اكشخ فيها، واي ذاك اليوم انا بسمع الرايه ساعه ونص بطلع. الحكومه على منح المتقاعدين قرض حسن بقيمه 10 اشهر، قرض حسن بقيمه 10 اشهر حتى نصف صافي الراتب. جميل. الخبر مو جميل، ولكن نصيحه لكل متقاعد، انا اعلمكم شو تسوون في القرض هذا. تروح تاخذ قرضك الحسن وتشوف كم قيمته ايا كان سعره. عقب ما تستلم القرض تروح البنك، بما ان البنك المركزي اقر ارجاع الرواتب الفوائد او الارباح في البنوك الاسلاميه، كان بنك اسلامي او تقليدي، تروح البنك تسدد قرضك اللي في البنك، تسقط ال 6% ال 4% عليك، وتاخذ فلوسك من البنك، تكون رجعت 6% كسبت من القرض، بما ان عندك قرض حسن. هذا انسب شيء تسوي فيه وتكون كسبان 6%، بما ان انت اوريدي راتب الفيديو دخل فاضل ما يخالف ساهم وكسرها كذي عاديه. يعني اذا واحد خذ 10,000 بالسنه كم؟ 60 دينار؟ 60 دينار عدد ولا اكثر؟ تقريبا لازم نحسب 60 دينار. يعني يروح ياخذ القرض هذا ويسدد القرض اللي عنده، وعلشان يوفر له 60 ولا 70 ولا 80 دينار، وعقب 28 شهر يقعد يبكي ويلطم شنو 55% قاعد لا ما يصير كذي. صحيح. ما يصير. يا اما شوف انا واحد باخذ القرض لاني انا ما اعتمد على راتبي بس التقاعدي، الحمد لله اشتغل. نعم. اشتغل خاص استشارات، وبالتالي انا باخذ القرض، بس باخذ القرض ما راح اشتري سياره. كيفك؟ ما راح اشتري اثاث، مو انه كيفي. لاني انا لازم اكون مواطن ذكي، ما اشتغل بالاستهلاكي. استهلاكي غلط.
مدمر، لان هذا يروح التاجر. قاعد تقول الدوله العميقه قاعد تدمر المواطن. تبي المواطن هالمسكين يفكر بعد ما يعني جاب لهالدوله العميقه. كيف ما يبي اللي ما يبي يفكر، يعني يبي يلغي مخه. هذه مشكله لازم ما يلغي مخك، لان هنا يشوف احد العلماء يقول لك تشجيع العامه على الرضا بجهلهم. عند التزامات يا دكتور، مو جهل. عند التزامات، عند التزامات ماليه متقطعه ماليا. زين، ما صدقت خبر تتنفس، ما شفت المشاكل والاصطفاف الطابور قدام التامينات. اذا انا الوقت قاعد يخلص عنده التزامات الصراحه 1000 دينار 550 يطيرون، عنده التزامات ماليه مباشر، هم عنده التزامات قاعد ياكلها. فقير المواطن. احنا وصلنا الى نهايه الفقره معكم، استمتعنا. كل ديروا بالكم علينا يا حكومه وبس.